والله زمان زمان والله. بصوا يا اخواتي بقى، احنا مش هنضحك على بعض كتير. انا بقالي فترة كبيرة قوي غايبة عنكم هنا في القناة، والصراحة يعني انا والله ربنا هو اللي عليم بحالي وبوضعي وان انا كمان ما عنديش وقت. بس يعني شر لابد منه. انا مضطريه ان انا اشتغل هنا برضو على القناه، فكل اللي انا طالباه من اخواتي حبايبي في الله اللي بيحبوني ومعايا في اي مكان ورايا يثبتوا وجودهم. تنزلي تحت في التعليقات تصلي على النبي عشان اي حد هيقرأ تعليقك تاخدي حسنة وتديله حسنة، ونمشي نوزع حسنات على الناس كلها كده. وربنا يا رب يجعلنا كده من الناس الصالحة، حتى لو يعني مش يعني بنعمل اللي نقدر عليه، بس على الاقل نكون ما بنضرش حد، ما بنأذيش حد بلساننا، ما يعني نحاول ان احنا نكون كويسين، حتى لو بان احنا بس بنذكر ربنا في التعليقات او نصلي على النبي. كلها حاجات بسيطة والله ما تاخد من وقتنا حاجة، بس يمكن في يوم من الايام تكون شفيعة علينا. المهم يا اخواتي، عايزاكوا كده تصلوا على النبي، تحطوا اللايك وتعملوا شير، ولو انت جديدة تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو او اي حاجة جديدة ان شاء الله هقدمها معاكي هنا، سواء هنا او على القناة الكبيرة. بس بجد دعمك هيفرق معايا كتير. انا بقالي يا جماعة يومين ربنا هو اللي عالم بحالي فيهم والله، يعني اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. انا يعني تعبانة، ماشي، انا مش تعبانه، انا خلاص انا متكسحه، الله المستعان. انا قلت لكم بشتغل واعمل حركه برقد بعديها، ما حدش صدقني، بس سبحان الله بتيجي صدفه والله. المهم انا عايزاكم كده تدعوا لي ان ربنا يقويني على اولادي ويعيني عليهم. احنا هنجهز كده مع بعض عشوه يومي. انا جهزت معاكم كده في الاول، عملنا مع بعضينا اللهم صل على النبي اللحمه، شوحناها. كنت طبعا انا مديها شطفه كده، في ناس كتير بتعترض على موضوع غسيل اللحمه، بس انا بحب اديها شطفه، بحب اشطفها تحت الميه الجاريه كده، مش كتير، بس لو هي مش مجمده او متلجه معايا بديها شطفه سريعه كده. ولو يعني شايفه في اي حاجه مثلا ماسكه يعني لو فيها مثلا حته دهنه في اللحمه نفسها، شايفه اي شوائب بشيلها، عشان في ناس كتير بتعترض على النقطه دي وبيقولوا ان فايده اللحمه بتروح. انا ما بقدرش اعمل الاكل غير وانا مديه شطفه للحمه. مش عارفه بقى ده صح ولا غلط، بس يعني انا الصراحه متعوده على كده. المهم زي ما قلت لكم كده شطفت اللحمه، وكنت اديتها تشويحه كده، وبعدين نزلت يعني مديها بصله وورق لوري وشوحتها كويس، وبعدين حطيت الميه، ببقى غاليه لها ميه في الكتل بنزل بيها وبسيبها تتسلق لغايه اما بصوا تستوي معايا عشان تكمل سواها او تبقى مهريه دايبه كده. احنا بنحبها قوي تبقى دايبه يا جماعه، ما يبقاش النسيج بتاعها يشد كده او تضايق في السنان والكلام ده. فبكمل سواها بقى مع الخضار. انا لسه الخضار عندي هنا ما كانش تسبك، وانا عملت الصراحه الخطوات دي مع نفسي وبتبقى سهله وبسيطه خالص. احنا بنجيب اكياس الخضار اللي هي الجاهزه بتاعه البسله بالجزر دي، وساعات بجيبها بتبقى بسله على جزر على فاصوليا خضراء، وساعات كمان بيكون عليهم ذره حلوه، فايا كان بقى المتوفر عندي بحطه. ولو انا عندي بقى كوسه وبطاطس جاهزين في الفريزر بنزل كمان بشويه كوسه كده وشويه بطاطس. بس البطاطس على فكره انا مش بفرزها عشان بس محدش يفهمني غلط، انا قصدي على الكوسه. اوقات كتير ببقى عاينه منها في الفريزر فبتسهل عليا كتير الصراحه. المهم ان انا بقطع لي برده كده بطاطستين ولا حاجه. حاضر يا تيتوي، او بطاطايه حسب كميه الاكل اللي انا هعملها. بس بصراحه كده ما بقتش احب اكتر كميه البطاطس في الاكل عشان هي بتبقى سعراتها عاليه شويه. هي طبعا من النشويات المعقده وحلوه جدا ان هي تتحط في الاكل وبتبقى مشبعه، بس سعراتها بتكون عاليه. يعني برضو ما تتاكل ايه بكميات قليله او تبقي عارفه انت بتاكلي كميه قد ايه منها. المهم يا جماعه زي ما انتوا شايفين انا بوزع الكميه اللي عايزه اعملها في البرام، وباقي الاكل هيتسوى على النار عادي او هيتسبك ويتقل على النار عادي. بصوا تقدروا تقولوا على الاكله دي اكله بقى ايه الناس التعبانه، اللي هو انا عايزه حاجه سريعه واخلص وفي نفس الوقت اكله ما يبقاش فيها خطوات كتير. الطماطم عندي بتكون يعني متسبكه ومتعينه في الفريزر. والله يا اخوتي يعني الحمد لله انا محتاجه فعلا ان انا ابدا اجهز حبه اكل كمان، بس
ما علينا. المهم يعني ان بيبقى عندي مثلا برضو الخضار متفرز، البطاطس بس هي اللي بتجهز على طول، كلها حاجات بسيطه يعني سليق اللحمه والبطاطس اللي هتتقطع وخلاص، كله بيتحط على بعضه ويتسوى كده على النار او في الفرن وبيطلع يامي يامي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا البرام اتسبك اهو وبقى ولا يا ولا، الاكل دايب واللحمه خطيره، وطبعا ببقى مظبطه الملح بتاعه والتوابل وكل حاجه تمام، وببقى عاملاه زي خضار مشكل كده. بالمناسبه ده اسمه تورلي، وممكن يتعمل من غير صلصه خالص لو حد معدته بتتعبه او اي حاجه، بس يبقى بشوربه، يبقى على النار من فوق ويبقى معمول بشوربه، وبيبقى اسمها شوربه خضار يا جماعه تحفه، بالذات لو عندك اولاد صغيرين او لسه بيبيهات بقى بتبداي ان انت تدخلي لهم اكل والحاجات دي تعتمديها في اكل الاسبوع بتاعك. خطيره خطيره في ان الاولاد يعني تتربى عليها. طبعا الاكله دي كانت من مفضلاتي وكنت دايما بعملها لاولادي وهم صغيرين، لدرجه ان كان بيكتب لي تعليقات هو انت بتعرفيش تعملي غير الاكله دي؟ والله يا ريتني ما سمعت كلام حد. طبعا لما بقعد فتره كبيره قطع اكله معينه لاولادي وارجع ادخلها لهم مش بيبقوا قابلينها، يعني ما بيقبلوهاش زي اكله بياكلوها باستمرار. المهم بصوا بقى اللي انا بعمله معاكم ده بديل للاكياس الجاهزه بتاعه الشاي الكرك. انا عملته معاكم قبل كده كتير مش اول مره. بجيب كده فصين حبهان وبفتحهم كده بالسكينه مع عود من القرفه وبحمصهم كده على النار، وبعد كده بنزل ب حوالي نص كوباية من المية، وكمان مفروض نص معلقة من الشاي او ربع معلقة، حاجة بسيطة. انا كنت متقلة الشاي شوية بس مش مشكلة. المهم يعني ان انا بحاول اعمل بديل للشاي الكرك. طبعا هو ليه يعني حاجات كتير، ليه طرق كتير. في ناس بتحب تكرمل السكر، هو مش في ناس، هو اصلا الطريقة الاصلية بتاعته ان انت بتكرملي الاول السكر، معلقة سكر كده او حاجة بتكرمليها، بعدين تنزلي بالشاي وبتبقي محمصه الحاجات دي. المهم يعني هي ليها كذا طريقه وكذا حد بيعملها بطرق مختلفه، بس طبعا انتوا عارفين ان انا قطع السكر ومش بشرب الحاجه بسكر ومستغنيه عنه، فبحط بدل السكر عسل ماشي، بس انا مش هحط عليه دلوقتي. طبعا انا هنا افتريت وحطيت شاي كتير وحاطه تقريبا حوالي معلقه صغيره مليانه كده، وده غلط لان هيخليها غامق معايا. المفروض الشاي الكرك ما بيبقاش غامق قوي، هو بيبقى شبه الشاي بلبن كده الفاتح. بس فبتنزلي كده بنص كوبايه ميه وعليها الشاي ربع معلقه شاي او حاجه، وتسيبيه يستوي على نار هاديه شويه كده كام دقيقه، وبعدين تنزلي باللبن. بيبقى واخد طعم حلو، طعمه جميل. بس يا جماعه ما انصحش حد ان هو يكتر الشاي زي ما انا ما عملت، لان الشاي وهو كتير كده بيخليه مرر. يعني مهما تحاولي ان انت تحليه، لو انت مش بتستخدمي سكر دايت مثلا او مستبدله السكر العادي بسكر دايت او سكر بني او اي حاجه انت بتستعمليها، هتلاقي نفسك مهما تحاولي تحليه انت برضو ضايقه طعم الشاي، هو اللي طعمه يعني الطب في الموضوع. فلا يعني قللوا الشاي شويه. الكيس بقى السعرات بتاعته كلها، يعني لو عايزه ترحمي نفسك من كل الكعبله دي، لان تقريبا يعني بيبقى محطوط عليه بره لبن بودره او حاجه، بيبقى محل الطعم برده بتاعه شويه، بيبقى طعمه هو شبهه، بس عارفين الحاجه وهي معموله في البيت بيبقى طعمها بيور قوي، عارفه اللي هو انت ضايقه طعم كل حاجه انت عاملاها. التاني بيبقى محطوط عليه منكهات وحاجات كده مخففه الطعم شويه، فما بيبقاش طعمه، انت بتبقي ضايقه طعم الهيل بس مش قوي، فاهميني؟ فالمهم من الاخر كده الكيس كله بيبقى سعراته تقريبا 125 سعرة، بيبقى عليه حوالي معلقتين صغيرين من السكر. فانا عشان كده قعدت فترة كبيرة مبطلة اشتريه من بره، وكنت يعني كنت بحاول ان انا اعمله في البيت كبديل، لان انا من قبل ما ابدا النظام بتاعي ده وانا كنت واخده ان انا مدخلاه في يومي وبشربه واخده عليه، ومن مشروباتي المفضله. وانتوا عارفين بقى في الشتاء الواحد بيبقى عايز يعني مشروبات كتير كده يدفي بيها نفسه، فبحاول ان انا يعني ايه يعني مشروب يعني ايه ما اعتمدش على حاجه بتاعت بره قوي، وفي نفس الوقت ما افضلش اعملها في البيت على طول، اللي هو يعني اوسطن الامور او يعني اوازنها على قد ما اقدر. المهم انا كده صبيته زي ما انتوا شايفين. عايزه ايه لي؟ انا عايزه التويلت. عايزه تخشي التويلت؟ حاضر بس ايه لا اشرب يلا، ولو سمحت ما تمسكيش المج تاني بليز بعد اذنك.
المهم يا جماعه ان الكميه اللي انا عملتها دي عملت لي حوالي كوبايه كده وربع زي ما انتوا شايفين. حاضر يا حبيبي. عملت لي كده كوبايه وربع زي ما انتوا شايفين وخلاص. تفتكري خلصنا لغايه كده يا ست الكل؟ اكيد طبعا لا. اول ما بنجيلي الفرصه اجهز العلبه اللي انتوا شايفينها دي مش بتأخر على نفسي، يعني على طول بعملها، لان انا من الناس الكسولة بالذات مع الاكزيما. بيكون صعب عليا جدا اقطع كمية خضار مرة واحدة. وكمان بكسل بصراحة، ما اكذبش عليكم، يعني ممكن افضل واقفة في المطبخ واجهز اكل وبعمل حاجات حتى لو تعبانة، واجي عند طبق السلطة ده احس ايدي بتشكشكني، اللي هو لا بقى ما تعمليش، وافضل كده اقول لنفسي يعني ايه مش مشكله، كلي لك حته مخلل ولا اي حاجه، زيتونه، قرن فلفل، اي حاجه جنب الاكل وهتمشي الدنيا يعني. وده طبعا غلط، لان الحاجات المخللات بتعبي الجسم ميه وبتكون موالح وكده، فبتبقى غلط، بتخليكي كمان غير ان جسمك بيحبس ميه بتبقى لازم تعوضي بشرب ميه كتير، وده طبعا بيكون صعب جدا في الشتاء. المهم انا بجهز بقى طبق السلطه ده. يعني بصي، كل ما تشتهي ليه الانفس يعني انت اي نفسك مشتهيه لاي حاجه هتلاقيها في طبق السلطه ده. فطبعا اي حاجه موجوده عندي بحطها، كابوتشا، خيار، طماطم، عندي كمان فلفل الوان احمر واصفر، فلفل رومي، ذره حلو، ولو كان عندي بنجر والله ما كنت بخلت، كنت حطيت يعني كده يعني اي حاجه موجوده في التلاجة بلمها بقى واحط منها. بتبقى حلوه جدا يا جماعه وسهله، وبقطعها بتقعد عندي كذا يوم، حوالي 3-4 ايام فريش، ما بيجرالهاش اي حاجه، بس بتتقطع وما احطش عليها اي حاجه خالص. اغطي العلبه كويس وادخلها التلاجة، واول ما اجي اغرف الاكل او عندي التقديم اطلعها، احط بقى حبه كمون، شويه ملح، لو حابه رشه فلفل اسمر ولا حاجه، وشويه كده من الخل، ولو نص ليمونه برده مش هيقول لا. ويا سلام بقى لو معلقه زيت زيتون كده صغيره. اوعى وشك بقى، اوعى وشك بقى على الفوائد اللي هتاخدوها. المهم خدي يا لولو البسي ده الاول بليز، ده الاول يا روحي. البسي ده الاول يا روحي. المهم انا كان بقالي فتره كبيره ما شغلتش الاباجورات لاولادي، وعلى فكره هما بيزنوا ان هي تبقى شغاله لهم وكده، بس احنا يا جماعه بقينا بنلف كده في دايره، يعني الله يعين عليها. انا بقى عندي مشكله في موضوع النوم معاهم، معرفش ايه اللي حصل لهم، بقى يناموا ويرجعوا يصحوا تاني، والموضوع ده بقى تعبني نفسيا، لان بعد ما كانت كل حاجه استقرت وتمام لقيت الدنيا اتكعبلت معايا. طبعا بقى كل حين ومين كده اما اطلع لهم الاباجوره واشغلها لهم شويه، عشان بيفرحوا بقى بشكل الهلال والنجوم والحاجات دي، ويقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض على اللون اللي هيشتغل. هي طبعا بيبقى فيها لون اللي هو الورم، وبيبقى فيه كمان الاخضر، واللون اللي هو الازرق ده او الموف. وبس والله يا اخواتي، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم الجميله وتحطوا لايكات كتير للفيديو، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، اقول لكم سلام.